اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نعمل تتبيله فراخ حلوه قوي كده من غير بصل ولا طماطم ولا اي حاجه. انا حطيت كده معلقتين كاتشب، وحطيت شوية زيت، وحطيت نازل بهار دلوقتي اللي هو ال11 بهار، مش السبع بهارات، نزل 11 بهار زي اللي في الكيس اللي هو بتاع ماجي ده، حلو قوي. وحطيت ملح، وحطيت بصل بودر وتوم بودر، وزي ما قلت لكم اللي هو ال11 بهار ده. وحطيت ليمونه، عصرت ليمونه، وحطيت شوية بهارات فراخ كده، بس حاجة بسيطة، لان ال11 بهار دول هو فيه كل حاجة. ده البصل البودر والثوم بودر. يبقى حطينا الاول معلقتين كاتشب، حطيت شوية زيت، حطيت بصل بودر، ثوم بودر، حطيت ملح، حطيت اللي هو ال11 بهار، حطيت ليمونة والملح والفلفل الاسود. بس هي دي الخلطة بتاعتنا، مفيش اكتر من كده. وبابريكا، طبعا البابريكا بتدي لون، ما فلازم مفيش غنى عنها يعني. ما حطيتش اكتر من كده. كانت تتبيله فراخ حلوه قوي، وكانت قويه قوي رغم ان هي ما فيهاش بصل ولا طماطم ولا فلفل ولا الكلام ده كله. بس تتبيله البهار اللي احنا حطيناها ده، وال11 بهار ده بيغنيكي عن اي بهارات تانية. كانت طعمها جامد قوي، البهارات باينه فيها قوي. فجربوها هتعجبكم. حتى هاتوا بتاع، لو انتم ما عندكمش اللي هو ال11 بهار دول اللي انتم بتجيبوه من عند العطار، هاتوا البواكي اللي هي بتاعت كنور دي، ال11 بهار برضو نفس الطعم. هنبتدي بقى كده نعصر الليمون، وابتدي ان انا اقلب بقى كل الخلطة اللي عندنا. وتسكيرة الكاتشب مع الليمون مع البهارات كانت عاطية للفراخ ريحة، كانت قلبة الدنيا، وكان طعمها حلو قوي قوي قوي. ودي طبعا من اسهل الوصفات، لان انتوا عارفين في الصيف البصل والطماطم والصلصة والكلام ده بتتعب في الحر الجامد. فالافضل ان احنا نعمل تتبيله بهارات، تتبيله فراخ كده جافه، بس تكون النتيجه بتاعتها حلوه. يعني بصوا، دول شويه بهارات مع معلقتين كاتشب، بس عطوني نتيجه بصراحه هايله. انا كان نفسي ان انا يعني كل اللي يجربها يقول لي النتيجه بتاعتها ايه، لان فعلا النتيجه مختلفه وطعمها حلو. بس هنبتدي بقى كده. وطبعا كل ما تقعدوها في التتبيله كل ما بتدي نتيجه احلى. يعني كنا يعني كل ما بتعملوها مثلا من بالليل بتبقى حلوه قوي. انا مثلا قعدتها في التتبيله بتاع ساعه او ساعتين، ما قعدتهاش كتير. برضو كانت طعمها حلوه قوي، يعني ما خدتش يعني الطعم التتبيله. حتى لو انتوا مش مبيتينها فيها بتبقى طعمها حلو قوي. بس اهم حاجه طبعا تصفوا الميه خالص من الفراخ اللي عندنا والفتحات اللي احنا عاملينها دي، عشان تخش جوه التتبيله، تخش جوه الفراخ كلها. هبتدي بقى انزل كده بالبهارات اللي عندي، وابتدي بقى اللي انا كده اعمل لها مساج كده من جوه ومن بره والفتحات، وابتدي اتبلها كلها واغطيها واسيبها حتى لو ساعه ولا نص ساعه. هتلاقوا التتبيله طعمها قوي. فبصراحه في الفراخ يعني عاطت طعم على طول، حتى لو مش متبله من بالليل. والميزه بقى في سواها في الوقت ده، لو انتوا عايزين تدخلوها الفرن على طول دخلوها الفرن. انا عطيتها سوا على البوتاجاز من فوق، وبعدين دخلتها الفرن، خدت وش بس. يعني انا ما حطيتهاش في الفرن من الاول. لو انتوا حابين تحطوها في الفرن من الاول، بس طبعا زي ما قلت لكم عشان الجو حر ومحدش بيتحمل يولع الفرن ويقعد يعني يحط الحاجه فيه، فالافضل ان احنا نسويها على البوتاجاز فوق كده. انا حطيتها على البوتاجاز وغطيتها لحد لما دخلت في السوا خالص، وبعدين ولعت الشوايه بتاعه الفرن، اعطيتها وش بس كده في الفرن. عشان ما تقعدوش، برضه انا بدور على الاكلات ان هي ما تبقاش يعني ما تقعدوش في الفرن تولعين الفرن في الشقه كتير، والجو اصلا حر يعني ربنا يرحمنا. فالافضل ان انتوا تسووها على البوتاجاز الاول، تغطوها كده وتسووها على البوتاجاز الاول من فوق، وبعدين تدخلوها الفرن. دي افضل نتيجه. دلوقتي بقى هبتدي كده ارصها كلها، رصها، وبعدين هحطها على البوتاجاز من فوق كده. انا حطيت لها، هي طبعا لو انتم متبلينها من قبلها بيوم هيكون فيها ميه كتير، هتنزل ميه كتير. بس زي ما قلت لكم انا عشان مش حاطه فيها يعني ما تبلتهاش من وقت كبير قبليها، فانا هحط لها كده شويه ميه في الارضيه بتاعه الصينيه، واغطيها واسويها بيها. ممكن توطوا النار خالص وما تحطوش ميه خالص، وهي كده كده هتنزل ميه وهي بتستوي.
يعني تستكفوا بالميه بتاعتها. انا هنا كنت حطيت شويه ميه ولقيت عندي حتتين طماطم كده، رحت حطاهم على الوش كده يعملوا ديكور بس فيها. هنا بصوا بعد ما طلعتها من الفرن كان لونها حلو ازاي، ولسه برضو عطيتها وش تاني اخضر. اللي حابين تحطوها وتاخد لون اكتر حطوها، انا هنا حطيتها. كانت النتيجه بتاعتها هايله. وما تنسوش اللايك، واستنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.